صباح الخير يا صباح الجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة مع بعض في فيديو جديد. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك. هنقول بسم الله ونبدأ كده ايه يومنا الجديد النهاردة مع الكتاكيت البلدي. هنشوف احوالهم ايه واخبارهم ايه. انا طبعا ببدأ معاكم الفيديو من الاول خالص، من اول ما بفتح عليهم العش يا دوبك. بس انا ببقى مغطياها بالليل، فبشيل بس الغطاء اللي هو على السلك ده، وبعد كده بفتح معاكم من اول اليوم. نصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام ونشوف كده اخبارهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه بشوفهم تعبانين. انا كنت حاطه هنا بالليل ازازه الخل، عشان حاطط لهم ايه، انا عامله ليهم ازازه خل لوحديهم، كنت حاطه منها شويه على الميه. فهنا بقى نشوف كده اخبارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهم حاجه كشه، فيهم حاجه تعبانه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد اهو. انت اخبارك ايه؟ دوت بقى جناحاته كده نازله، فغالبا ده كده مش هيعيش، هيموت. على العموم احنا هنحاول نحط له علاج وحاجات. والله عاش خير وبركه. معاش بقى خلاص بقى، يعني هعمل له ايه بقى؟ بس ايه، هما يعني في العموم هما ما شاء الله يعني كلهم بيجروا حيويه وكويسين الحمد لله، ما عدا ده. مش عارفه ده ماله بقى كده، ده حتى ما فيهوش قوه يعني. هشوف بقى فيتامين او حاجه احطه لهم علشان ايه يبقوا كويسين. فهنا بصوا ما شاء الله هم يعتبر مخلصين الميه اهي، والاكل بتاعهم خلصان. طبعا الفرشه بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده، الفضلات بتاعتهم ناشفه، ما يعني ما فيهاش مثلا، ما فيهاش يعني مش، ما عندهمش يعني اسهال او حاجه. الفضلات بتاعتهم زي ما انتم شايفين ناشفه اهي، ما فيهاش حاجه. فانا هبدا كده اخد الحاجه بتاعتهم اغسلها، واغير لهم الفرشه اللي تحتيهم، وافرش لهم فرشه نظيفه. يلا خليكم معايا، متنسونيش في اللايك والاشتراك. نيجي هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا لازم الفرشه بتاعتهم والحاجه بتاعتهم تتغسل بميه كده، ما بنضفهاش وبس كده بشيل منها الفضلات وبس، لا لازم انا بغسلها بميه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بحط شويه اريال وبغسل الحاجه دي تاني. انا ليه حبيبتي بوريكم المنظر دوت؟ يعني اعزكم الله، انا بوريكم ان انا بنضف الحاجه، ان انا بغسلها، لان الحاجه دي في بيتي. يعني انا مش هشيل الفرشه انضفها مثلا وانزل الفضلات دي منها وخلاص واحط نفس الفرشه، لا انا بغسل الفرشه عشان دي حاجه بتاعتنا في بيتنا، حاجه هناكلها، فلازم تهتمي بنظافتها. فطبعا انا بغسل الحاجه كده بميه زي ما انتم شايفين، وبحط الحاجه نظيفه، وبحط شويه نظيف، وبحط كل الفرشه تحتيها نظيفه، ما بنزلش فضلات وبس. بصي يا حبيبه قلبي، هنا عملنا الاكل بتاعهم اهو. ادي العلف، وادي البنجر، وده ودي بصله مبشوره، وهنا دي لقمه عيش صغيره كده، وشويه توم اهو. هنمسك كل ده كده هنلخبطه على بعضه. كل الحاجات دي انا حطيت هنا البنجر، اولا هو فيتامين، وثانيا هو عشان لونه احمر هيجذبهم للاكل اكتر. وهسيب لهم الاكل ده كده قدامهم يخلصوه طول اليوم. انا مش هقعدوا ساعتين بس، انا هسيبهم ياكلوا منه، يعني بالعكس ده مناعتهم تزيد، هسيبهم ياكلوا منه براحتهم. بصوا يا جماعه ما شاء الله بياكلوا كلهم اهو. حتى التعبان برضو اللي هو قمت لقيته النهارده تعبان، برضو بياكل في وسطهم اهو. اهو بصوا، هو برضو اهو شايفين بيوطي برضو بياكل. هروح بقى اجيب لهم الميه بتاعتهم، وهوريكم حاجه انا جبتها النهارده، بعت جبتها علشان تقوي عندهم المناعه وتخليهم احسن، ويقدروا يقاوموا تغيرات الجو اللي كل شويه، مره ساقعه مره برد، عشان برضو دوت حاجه تخليهم يقاوموا البرد دوت. بصوا بقى الفيتامين اللي انا بعت جبته دوت، فيتامين اهو بصوا، اي دي 3 اي دوت. فيتامين مش يعني ما فيهوش اي حاجه غير ان هو مجموعه فيتامينات، وهو التركيب بتاعه على جنب، المكونات بتاعته على جنب، فهو عباره عن فيتامين بس. فانا قلت اجيبه واحط لهم منه على الميه، هو ملي غطا على 2 لتر ميه. ده ينفع لكل الطيور من عمر يوم لحد ما تكوني هتذبحي، ولحد ما هم كبار بيبيضوا. دوت فيتامين.
زي ما انتم شايفين ما شاء الله بياكلوا همت. وانا حاطط لهم الميه ميه عاديه. وهنا هاخد ايه نص غطا، هحط هنا شويه واحط هنا شويه، حتى كمان حبه صغيرين. اهو الفيتامين ده هو اللي انا حطيت منه على الميه. يبقى كده حصلنا الحاجه بتاعتنا تمام. حطينا لها البصل والثوم وحطينا البنجر والعلف بتاعنا، وحطينا انا حطيت العيش عشان العيش اصلا بيزود الوزن. وغير كده ان العيش يعني هو حلو العيش عامه، يعني ما هو العلف ده داخل في صناعته عيش كتير. ودينا حطيت الميه وحطيت عليها الفيتامين. يعتبر ما اديتش اي ادويه. فهنلاحظ بقى ان شاء الله الكتكوت ده هيعمل ايه، وباذن الله هيبقى كويس. يعني اول ما احط الفيتامين يشرب الميه اللي فيها الفيتامينات دي هيبقى ان شاء الله كويس. لان انا شايفاهم ما شاء الله كويسين، مفيش يعني حيويه ونشاط وبيجروا، ومفيش عندهم اي اسهالات. وانا بطلت ان انا افرش على الشوال تبن او حاجه عشان ابقى ملاحظاهم اكتر. لو في اي حاجه من الاول كده الحقها. زي ما فتحنا كده النهارده ولقينا الكتكوت ده تعبان، فطبعا عشان ايه اخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فعشان يعني اخد بالي منهم اول باول. هنا بصوا انا خدت الكتكوت التعبان ده وحطيت له شويه اكل لوحده عشان ياكل لوحده، وهم التانيين بياكلوا في طبق تاني هم لوحده، عشان بس ما حدش يدوس عليه. فاسيبه هنا في الطبق دوت ياكل مع نفسه يعني. ما شاء الله. الكتكوت ما يفضل لوحده هياكل لوحده. واتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ودوت كان حالنا النهارده مع الكتاكيت البلدي الصغيره. هي كده بقى عندها حوالي 10 ايام. طبعا وسعت لهم المكان عشان يجروا براحتهم ويعني ياخدوا راحتهم في الجري في العشه. والبط طبعا كان بيدوس عليهم، فانا طبعا موسعه لهم هنا المكان زي ما انتم شايفين ياكلوا براحتهم، عشان ما فيش حاجه منهم تموت تاني. ارجو ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والكومنت والشير. وكل سنه وانتم طيبين. اترككم في رعايه الله. مع السلامه.